تناول عصير الفواكه الطازج طريقة ممتازة لجلب الفيتامين والمعادن الضرورية للجسم لحتى نكسب الكثير من الصحة. ولكن كم حدا فينا بيعرف شو هي المنافع والفوائد اللي بنجنيها من تناول عصير الفواكه الطبيعي؟ موسم الشتاء أكثر الأشياء اللي الناس اللي بتدور عليها هي الحمضيات، لأن أغلب الفواكه بفيتامين سي. يعني إحنا بنحكي عن الحمضيات، بنحكي عن الجرافوت الأصفر، الجرافوت الأحمر، عن الليمون، عن البرتقال. بالإضافة أحيانا بيكون عندنا الكلمنتينا. هي أكثر الأشياء اللي ممكن إنه يكون عليها طلب، الناس بتحتاجها لأنه موسم الشتاء مرتبط بمرض الرشح، فالناس بتشربها. هلا احنا دائما بنحكي للناس انه هي مش علاج سحري للرشح اكثر من ما انها وقايه، ففي حال وقوع المرض فيش شيء بيزبط معاه حتى الادويه، فاحنا بنحكي دائما انه درهم وقايه خير من تنطر علاج، مقابل انك تشعر انك مرضت او عندك حاله من الرشح، ابدا بتناول الحمضيات باستمراريه. بالرغم من أنه عصير الفاكهة مش موضوع جديد علينا، ولكن هون ما بنقصد عصير البرتقال تحديداً، لأنه في كتير من الفواكه الطازجة اللي كتير منا ما بيعرفوا شو فوائدها، وتحديداً للشي اللي بتتميز فيه العصائر الطبيعية عن العصائر المصنعة أو المضاف إلها السكريات. إذا حبينا نحكي بالبداية عن فوائد العصائر لازم نركز على نقطة كثير مهمة، اللي هي إنه الفواكه هذه غنية بالسكر الطبيعي وتخلق المحليات والمصنعات كما هو موجود بالأسواق من أنواع العصائر. كل نوع من الفواكه غني بفيتامين معين أو مادة معينة مفيد لشيء بخص أمراض. على سبيل المثال لو حكينا عن الرمان اللي هو أكثر طلبا في مجال العصائر الطبيعية، هو يمتلك مواد غنية بتقوية الدم، بالإضافة إنه كثير ناس بتركز عليه لأنه بتساعد على علاج تصلب الشرايين. لهيك داوموا على شرب كاسة من أي عصير طبيعي بتفضلوه لتحتفظوا بصحة أفضل وتتمتعوا بطعم لذيذ ومفيد في نفس الوقت. لشبكة حديث اليوم، آمنة حساسنة.